تخيل كده انت قعدت تتعب في البيزنس بتاعك وبقيت الله اكبر عندك 20,000 فولور، 30,000 فولور، او انت قررت تبقى ترافل بلوجر وبقى عندك الاف من المتابعين، وفجاه كل ده راح منك. عشان ايه؟ عشان انت ما حافظتش على امانه. لازم تاخد معايا الكورس ده اعرفك ازاي تامن حسابك على الانستجرام وعلى الفيسبوك، ولو عندك بيزنس ازاي تتجنب ان ممكن يحصل لك اي سرقه. انا واحد عندي اكونت عادي بحط لي بوستين 3، حد ممكن يعمل لي هاك؟ والله. ايه الطريقه اللي ممكن حد يسرق من حضرتك المعلومات الخاصه بتاعتك؟ ففي كده شويه قواعد للباسوردز، ركز معايا فيها الله يكرمك ونفذها كلها. ان الايميل بتاعك والباسورد بتاعتك موجودين على الانترنت للي يدفع اكتر. لازم تعمل ميتا بزنس مانجر. حصل عليك هجوم والحساب ضاع منك، تعمل ايه؟ هكون معاكم انا ياسر غلاب، رئيس قطاع التسويق الالكتروني في العديد من الشركات، مستشار التسويق الالكتروني مع الامم المتحده، في كورس How to Secure Your Accounts Business and Private on Social Media.